عظيم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. فنحن مقبلون على شهر عظيم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا. يا مساء الفل عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب العالمين. خلاص رمضان على الأبواب وبعود الأيام. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين واحنا مجبورين، لا فاقدين ولا مفقودين. انا وانتوا احلى حاجه في حياتي، وانتوا اهلي واخواتي اللي بتدعموني وبتشجعوني بكومنتاتكم الحلوه وكلامكم المحفز والمشجع ليا. بجد بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. انتي لسه جديده ما تنسيش بقى تحطي اللايك الجميل بتاعك وتصلي على النبي في الكومنتات وتعملي اشتراك في القناه، ويلا نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. النهارده بقى يا حبايبي عندنا روتين محفز ومشجع وكله طاقه ايجابيه كده، وهيديكي كده طاقه ونشاط ان انتي تبداي اليوم وانتي مرتاحة وتخلصي شغلك كده وانتي مفيش تعب ومفيش إرهاق. علشان بدأنا الفيديو طبعا بالبخور والقرآن، ده كله بيدي كده طاقة إيجابية ان انت تقومي تشتغلي وتبدأي شغل بيتك كده. مفيش بقى خمول ومفيش كسل. بدأت بقى بالفطار الحلو كده. طبعا جوزي كان أجازة فقلت بقى لازم أقوم كده أعمل له فطار حلو، فول وطعمية وبيض والأكل بقى الشعبي اللي احنا بنحبه كلنا. انا بقى لما بكون لوحدي يا بنات بعمل حاجه خفيفه، بعمل اكل بقى يا بنات يكون استوى واتحضر. كنت بعمل بطاطس في الاير فراير، قلت بقى اخش كده اهوي الاوض. النهارده يا بنات كان الجو حلو قوي وبقاله كده كام يوم دافي ومش ساقعه، فقلت بقى افتح الشبابيك كده وادخل الشمس الاوضه عشان تتهوى وابخر الاوض كده يا جماعه. علشان ايه؟ تبقى الريحه حلوه كده ومع الشمس مع التهويه، ده كله بيعمل كده تغيير في الشقه وبيعمل طاقه حلوه. هنا بقى يا بنات البطاطس استوت معايا. حضرت الاكل بقى كده، اكل خفيف برضو لذيذ كده على الصبح انا وجوزي. فطرنا والحمد لله. دخلت بقى كان عندي دورة غسيل كده يا بنات، انشر كده والشمس طالعة والجو حلو عشان الغسيل كده يتهوى. زي ما انتم شايفين الجو يا بنات كان حلو برضو، كان فيه هوا بس كانت الشمس طالعة وما كانتش ساقعة. ونزلنا بقى جبنا شوية طلبات انا وهو. جبت بقى الطلبات مثلا تكفيني مثلا يومين 3 كده. من بقى لحمة وفراخ وكبدة وكده. كنت عاملة المنيو بتاع الأسبوع، فنزلت اشتريت شوية طلبات بقى ايه علشان يعني ارتاح يومين دول. يعني ايه كل يوم اجيب طلب، يعني بجيب مثلا الحاجات بتاعت الاسبوع كلها من خضار بقى، لحوم، توابل كده يا بنات، وبعملها مثلا كده في التلاجة وبتبلها بحيث كل يوم اطلع الاكل بتاعي يوفر معايا بقى في الوقت وفي المجهود وكده. هنا بقى كنت بطلع الخضار غسلته وصفيته وحطيته في التلاجة. كان عندي برضو شوية مكرونات وكده حطيتها في المنظمات بتاعتها وشلتها في دولاب الخزين. الحاجات دي برضو يا بنات بتوفر معايا في الوقت وفي المجهود. طول ما انت بترتبي حاجتك وبتنظمي حاجتك كده بيبقى سهل عليكي بجد، تبقي عارفة الأماكن بتاعتها فين. بتصحي برضو رايقة، يبقى عندك وقت ان انتي تعملي كل حاجة في اليوم. اليوم بيشيل كل حاجة، طبيخ، ترويق، بيبقى ليكي وقت مخصص تقعدي فيه، بيبقى ليكي وقت للبيبي. بجد طول ما انتي بتنظمي يومك حرفيا بتلاقي معاكي وقت كبير ان انتي تعملي فيه كل حاجة، مبتبقيش مضغوطة. هنا بقى يا حبايبي دخلت على الانتريه، طبعا عشان عندي الانتريه فاتح فبيتطرب على طول، فكنت بشفط بقى التراب كده بالمكنسه. والله ناويه اجيب بياضات بقى كده للانتريه. بس يا بنات انا عندي الانتريه واخد كده ايه يعني جايب كيرف، مش جاي اللي هو ستريت كده على طول زي الركنه. فلما بجيب له مثلا حاجه او بياضات عليه ما بتبقاش واخده الشكل اللي هو الستريت، فاهمين يا بنات؟ فانا عايزه اجيب له بقى يعني حاجه مخصوص او افصل له حاجه مخصوص بحيث اللي هو ايه تحافظ عليه من التراب وكده. بصوا بقى يا بنات، جوزي صراحة بيحب المسقعة جدا، بس هو بيحبها من مامته. عملتها كذا مرة في أول الجواز، هي كانت حلوة بس ما كانتش عاجباه قوي زي ما مامته بتعملها، فكان بيتحداني النهاردة ان انا بقى اعملها له بطريقة حلوة بتعجبه وتطلع كمان احسن. انا مش عايزة اقول احسن،
لإن طبعًا كل حد ليه نَفَسه، ومهما طبعًا أعمل هيبقى أكل والدته حماتي ربنا يخلّيها برضه، ليها نَفَسها الخاص وليها أكلها الخاص، ربنا يخلّيها لنا يا رب. بس كنت حابة بقى أجتهد كده وأعمل أعملها له بطريقة حلوة تعجبه. والحمد لله عملتها وكانت تحفة يا بنات. بجد كانت حلوة أوي وعجبته جدًا، وخلاص هاعتمد الطريقة دي على طول. إحنا بقى طبعًا أنتم عارفين طريقة المسقعة بتقلي بقى البتنجان وبتقلي البطاطس وبتقلي الفلفل نُص قلية كده. وبعدين بقى بنرص الحاجة في الطاجن. بتعملي بقى مثلًا طبقة بتنجان وبعديها طبقة البطاطس وبعديها طبقة الفلفل. أنا كنت حابة أعملها باللحمة المفرومة. وطبعًا بنعمل الصلصة بتاعتها يا بنات ما بتكونش ولا خفيفة ولا تقيلة علشان المكونات بتاعتها تستوي. هنا بقى كنت حطيت طبقات، بين كل طبقات باحط عليهم صلصة، وباحط برضه طبقة من اللحمة المفرومة، وبعدين هابدأ إن أنا أرُص برضه من أول وجديد تاني لحد ما الطاجن عندي يخلص. وبعدين بادخّلها الفرن يا بنات لمدة يعني تِلت ساعة لنُص ساعة. بتطلع بقى يا بنات حلوة أوي، بجد والله كانت حلوة أوي وعجبته. بقى يا بنات اللي تعرف تريكات في المسقعة كده بتخلّيها حلوة وجامدة، تكتب لي في الكومنتات بتعملها إزاي، أو إيه مثلًا الحاجات اللي ضافتها ليها بتخلّيها مميزة وبتخلّيها طعمها أحلى. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات بتعملوها إزاي أو الطريقة بتبقى إزاي. قبل ما أعملها اتفرّجت على كذا فيديو كده لكذا شيف. فاستنتجت في الآخر يعني الطريقة اللي أنا عملتها ديّة هي طريقة basic وسهلة. وفي نفس الوقت يعني ما فيهاش افتكاسات كتير واختراعات كتير. وطلعت حلوة يا بنات والله جميلة. بس اللي تعرف برضه طُرق أحلى أو طريقة أحلى أو إضافات مثلًا بتخلّيها في حتّة تانية زي ما قُلت لكم تكتب لي في الكومنتات، لإن بجد أنا عايزة أتفوّق في المسقعة وأعملها لإن هي الأكلة المفضلة لجوزي، فأنا عايزة أبقى professional فيها بجد. يعني عايزة أعملها كده بطريقة يقول لي: "بُصّي أنتِ ما فيش حد يعمل مسقعة بعديكِ." فيا بنات ساعدوني وقولوا لي بجد يعني بتعملوها إزاي، وأنا هاشوف كل الكومنتات بتاعتكم إن شاء الله، وهاعملها في فيديو تاني بالطريقة اللي هتعجبني وتقولوا لي عليها. وبس يا بنات. الفيديو النهارده كان خفيف لطيف. كُلّه كده طاقة ونشاط، وبدأناه كده ببخور وبدأناه بطاقة إيجابية وترويق وطبخنا، وكنت ناوية أعمل حاجة حلوة في الفيديو. بس بقى إيه، يعني قُلت هاعملها بُكرة لإني كنت تعبانة. وهنا بقى يا بنات كنت خلاص رصيت الطاجن أهو زي ما أنتم شايفين. كان شكله حلو أوي بجد ومُغري كده وشهي يعني. وحطيت بقى كده الصلصة من فوق الوش علشان أحطها في الفرن. بُصّوا أنا باسيبها الأول في الفرن مثلًا تِلت ساعة كده أو حاجة، وبعدين بافتح عليها الشواية من فوق تاخد لها وِش حلو كده. بقى يا بنات بجد ريحتها كانت قلب البيت عندي. كانت ريحتها حلوة أوي. بُصّوا بقى هنا بعد ما طلّعتها من الفرن شايفين الجمال والحلاوة. بجد كان شكلها حلو أوي وطعمها أحلى. وأتمنى بقى النهارده يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، وتكونوا كده استفدتوا منه حاجة، وخدتوا كده طاقة إيجابية تحمسكم إن أنتم كده تقوموا تعملوا شغلكم بكل نشاط وحيوية. ومع